عارف ده ايه المنظر الذي لا نعتاد على رؤيته بقالنا كتير. طبعا انا لو جيت قعدت اشرح لك واقول لك ان انا يعني حرفيا كمشجع مدريدي بس مبسوط جدا بصوره زي دي انت مش هتصدق. هتقولي طبعا يا عم مبسوط ازاي؟ يعني ده 3 لعيبه من برشلونه موجودين في الكره الذهبيه يعني، وانت راجل مشجع مدريد. فكره ان انت تكون بتشجع نادي ملوش منافسه دي حاجه مش حلوه على فكره. اللي بيعمله برشلونه السنه دي اذا كان بقى برشلونه فليك، اذا كان لابورتا راجع يصلح في النادي وبدا يطور النادي اكتر وبدا يخلي النادي يقف على رجله من تاني، خلينا نشوف كاداء في الملعب مش اول لاعب ولا حتى الثنائي، لا ده كمان اول 3 لعيبه مرشحين للبالون دور باخر تحديث ليه هم من برشلونه. زي ما فرحانين كلنا ان برشلونه رجع ينافس تاني، وده هيخليك ترجع اقوى من الاول كريال مدريد طبعا. بس برضه خلينا متفقين ان برشلونه كل حاجه معتمده عليهم هم شخصيا السنه دي، بس معتمده ان الفريق ده يكمل وياخد بطوله فعلا، والتانيه والثلاثيه اللي هم بيحلموا بيها، ده فعلا اللي يخليك ترجع توصل تاني للقمه ويخلي لعيبتك ياخدوا حاجه زي البالون دور. ده متوقف عليهم هم، فلو ما عملوهاش السنه دي اعتقد مش هيلوموا غير نفسهم.